دفعت كام عشان تطلع من مصر؟ دفعت 130,000. لحد ما وصلت ايطاليا ما دفعتش فلوس زياده؟ كله 150. قعدت قد ايه في الطريق؟ قعدت شهرين. جيت ازاي بقى؟ جربت 4 مرات، طلعت على ليبيا واتمسكت واتحبس وبعدين ارجع مصر. يعني اتحبست اصلا في مصر قبل ما حبست تروح في ليبيا. مصر، حصل بعدين بقى. ما وصلت ليبيا بقى دفعوني فلوس وبعد كده بقى ضرب ودهوله وكل حاجه. حاولت 4 مرات عشان تروح تتضرب هناك. عشان اروح اتضرب اعمل ايه؟ انا عايز اكل عيش هنا. قعدت هناك قد ايه؟ قعدت شهرين في ليبيا، بعد كده بقى رحنا بقى ركبنا البحر وشفنا سواد في البحر، قعدت 6 ايام في المايه من غير ولا اكل ولا شرب، وكنا بنموت وكنا بنشاهد ومركبه. ليه ما كانش بيديكوا اكل وشرب معاكم؟ كان بيدينا بس كانوا شويه واخدين شويه صغيرين واحنا كنا كتير، انا في 800 بني ادم على مركبه واحده. بعد كده بقى ربنا كرمنا والحمد لله وصلنا على المركبه الثانيه بتاعت الاوتيل جت خدتنا والحمد لله وصلنا. انت ليه عملت في نفسك كل ده؟ عشان ناكل عيش انا وابويا وامي في مصر. حياتنا صعبه. يعني انت حياتكم صعبه لدرجه انك تسافر وتسيب اهلك وتسيب ناسك وترمي نفسك في البحر وتعمل في نفسك كل ده عشان بس تيجي ايطاليا؟ هنعمل ايه؟ ناكل ولا اكل